إذا ركلات الحظ الترجيحية مشاهدينا متابعينا في كل مكان لحسم من سيتأهل إلى المباراة النهائية. البداية مع العراق، أحمد ياسين في مواجهة سيد محمد جعفر. ضربة الجزاء الأولى أو ركلة الترجيح الأولى، هل يفعلها؟ هل يتمكن من التسجيل أحمد ياسين وسيد محمد جعفر؟ كرة أولى صدها سيد محمد جعفر. أول كرة عراقية ضاعت من ركلة الترجيح، صدها حارس البحرين وأشعل الملعب الوطني. أول ركلة، لا أدري حقيقة هل من المفترض أن تسند إلى أحمد ياسين أو إلى لاعب خبرة مثل يونس محمود مثلا. عموما هي اختيارات المدرب. الآن لاعب خبرة يأتي محمد حسين لتنفيذ الكرة، ضاعت على العراقي. الآن للبحريني محمد حسين في مواجهة نور صبري. محمد حسين صدها، مش معقول. حراس المرمى لهم دور كبير في أول ركلتين، ضاعت على العراق وضاعت على البحرين. نور صبري يتصدى، نور صبري، ومن قبله أيضا سيد محمد جعفر. حراس المرمى لهم دور كبير يبدو كذلك من خلال هذه الركلات، من خلال هذه الضربات. ضاعت على البحرين وقبل ذلك على العراق. الآن الركلة الثانية لمن ستكون من الجانب العراقي، هذا اللي هو رقم 20 ضرغام اسماعيل. يعني كلهم لعيبة صغار. ضرغام الآن، ضرغام في المرمى. أول ركلة للعراق تأتي عن طريق ضرغام اسماعيل، يسجل من الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب العراقي، وبالتالي العراق إذا تتقدم الآن بركلة مقابل لا شيء في انتظار الركلة الثانية للمنتخب البحريني. سجلها ضرغام وكان قد أضاعها أيضا قبل ذلك أحمد ياسين. الآن بعد ما ضيع محمد حسين يأتي فوزي عايش المتخصص دائما في ضربات الجزاء في الكرات الثابتة، يلعب كرة من علامة الجزاء. الآمال كلها الآن مع أقدام اللاعب فوزي عايش في معادلة النتيجة. فوزي عايش في مواجهة نور صبري، الركلة البحرينية الثانية. فوزي عايش يلعبها في المرمى، سجلها فوزي، سجلها وأعاد الآمال لمدرجات البحرين. 1-1 أصبحت النتيجة الآن. هذه الكرة نور صبري في نفس الزاوية، لكن كرة كانت قوية، كرة كانت سريعة. في 2010 هوار ملا محمد وقصي منير هما من أضاعا ركلات الترجيح في مباراة الكويت. حتى الآن أحمد ياسين ضاع. لا يتمنى العراقيون بأن تضاع أكثر فأكثر. هذه كرة وهذه لعبة الآن لوليد سالم. وليد، يا الله يا الله يا وليد، في مكان مستحيل تماما. وليد سالم اللاعب المصاب الظهير الأيمن يتمكن من التسجيل بهذه الطريقة القوية بهذه الكيفية. يسعد مدربه حكيم شاكر الذي يتوق للوصول للمباراة النهائية. 2-1 مع ضربة ثالثة تأتي الآن للبحرين عن طريق سيد ضياء. سيد، واللي كان قبل سيد هو اللي صد ضربة العراق. هل يتمكن سيد من تسجيل ثاني كرات البحرين في مرمى نور، أم أن العراقي لديه رأي آخر؟ هذا هو الآن سيد ضياء. قوية جدا ينجح في التسجيل. 2-2 الآن. يا عصام، قوية جدا في نص المرمى تماما، ما عمل لها في زاوية لا، قوية جدا في نص المرمى. وبالتالي 2-2. 2-2. الركلة الرابعة ليونس.
ايضا الان يعني طيب اذا ما كان يونس الاول ليش ما يكون الاخير؟ لان الاخيره دائما تكون حاسمه. عموما الخبره، السفاح في مواجهه سيد المرمى يونس محمود. الله، كما انت كبير يا سفاح، كما انت كبير يا يونس محمود. هذا يونس محمود ولا بيرلو؟ هذا السفاح والعراقي ولا اللاعب الايطالي؟ يا عيني يا يونس، يا عيني يا رايق، يا عيني يا فنان. يونس محمود يسجل ثالث ركلة للعراق وهي الرابعة. الآن النتيجة 3-2 على طريقة الكبار، على خطى العمالقة. الآن عبد الوهاب الموهوب البحريني في مواجهة نور صبري. عبد الوهاب صدها نور، صدها نور العراق. ابن بغداد دائما على أهبة الاستعداد. صدها نور صبري وضيعها عبد الوهاب. أصبحت النتيجة 3-2. 3-2. إن سجلها العراق الآن ستنتهي ويصلون للمباراة النهائية. إن سجلها العراق ستنتهي ويصلون للمباراة النهائية. هي 3-2 وهي الآن للعراق، هي الآن الخامسة. كل الشعب البحريني عينه على قفاز هذا الحارس همام الصغير، لكن بفعل كبير. هو ولا ما هو؟ حكيم شاكر مين؟ اوه، نور صبري نفسه. الحارس يعرف اين سيتجه الحارس. شوف الاعصاب، شوف الحالة الآن الصعبة تماما. نور صبري هل يذهب بالعراق إلى المباراة النهائية؟ نور صبري